في البداية بقول حبيبتي سوسن مبروك الزواج. لكن ما كان في داعي يا سوسن أنا أحجز لك 4 سنوات في الجامعة وأحجز لك 4 سنوات في المواصلات ونط لك بالشباك زي قريد ناس مونكي عشان تجي في الأخير تخليني. كان توريني إنه أصلا عندك واحد في السعودية مشكسك وجاي يعرسك. أقسم بالله كنت لا فكرت فيك ولا كنت كملت معاك النجيلة بتاعت عمو عبده. وكل مرة أقول لك أنا جايكم في البيت عشان أقابل أبوك أو أمك تقول لي في الحج. معقول يا أخي في السنة بيحجوا 4 مرات؟ ولما نلقى تلفونك مشغول الساعة 2 بالليل تقول لي لا والله بضرب لخدمات المشتركين. بس إن شاء الله حلوا لك مشكلتك. أنا والله ما زعلان على أي حاجة، ما في الأخير الزواج قسمة ورصيد. لكن أنا ليه 4 سنوات أدفع في قروش عوض بتاعت المدرسة؟ أنا ذنبي شنو؟ مالي ومال عوض يا أخي؟ أنا اللي أصلا أدفع قروش أنا ما مفروض أدفعها. كفاية يا أخي دمغة الشهيد. هسه عليك أنا سألتك كم سؤال، تنتست لك في كم محاضرة، امتحنت لك كم امتحان. وريني يا سوسن، وريني يا سوسن أنا حرمتك من شنو؟ وريني يا سوسن أنا حرمتك من شنو؟ دباديب وجبتها، ورود وجبتها، ما في نجيلة في الخرطوم دي ما قعدتك فيها. اجيب لك نجيله اصطناعيه ولا شنو يا سوسن؟ انا ذنبي شنو اكون نايم الساعه 2 بالليل تضرب لي تقول لي مجاهد داير لي منقب الشطه. اي شط شيطو. استغفر الله العظيم يا اخ، استغفر الله العظيم. والله العظيم كبريتوتي ده من كتر ما مشينا وجينا لما هبشني قال لي عليك الله اسمع رجعوني اهلي عشانك دخلت الفيس حذرت اصحابي وصحباتي وحذرت ماركي ذاته ده كله عشان ترتاح. برضه ما طمر فيك، قلت لي لا انا ما عايزك تظهر في الواتساب، ركبت الواتساب بلس. قلت لي بغير عليك وانا ما عايز البنات يعاينوا لك، قمت اتنقبت. والله يا سوسن حرام عليك يا اخ، حرام عليك يا سوسن. لكن ما مشكله، زي ما قال المثل وفوتت لك كثير. انا كم كذبه فوتها عشانك. تتذكري لما قلت لي انا ساكنه المعموره مع اختي وقاعده في المعموره ووصلوا ما طلعت حته وفجاه لقيتك واقفه شماعه معاي في بص الوالي ماشيين ليبيا بالخلا. على العموم مبروك، لكن عايز اقول لك حاجه يا سوسن، مبروك ليك، لكن عرسك ده بطرشقه لك.